مع الاسم المولي السيدة كراش دليلة، يقدمها لها الكاتب العام للمنظمة السيدة أو السيد نائب رئيس زروير. تفضل وأعطي شهادة المشاركة للسيدة كراش. مع الاسم المولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. كما شفتوا في بداية هذا الفيديو لحظة تتويجي بالميدالية والشهادة، تحصلت على المرتبة الرابعة في المهرجان الوطني للطبخ العصري المحترف. هذا المهرجان تحت إشراف رئيس المكتب الولائي السيد سيد علي حميدي، وشعار هذا المهرجان هو أن نكون شيف محترف. هذا المهرجان عملناه في ولاية المدية، بالضبط بلدية بنشكاو، في قاعة دار الشباب. هاي لكم القاعة. يعني راح أشارككم بعض الصور. هنا صور في قلب المطبخ، يعني في قلب الحدث. هنا لما كنت نحضر في الأطباق، يعني كانوا لي شيف ساعة على ساعة يجوا يشوفونا واش رانا نديرو، يماركيو يعني الملاحظات نتاعهم الخاصة بهم باش ينقدون عليهم. وكنا تحصلنا على يعني النصائح يعني الثمينة من عند لي شيف. وما أيضا كانوا عطاونا رأيهم يعني السلبي والإيجابي في تحضيراتنا وفي أطباقنا. وكانت يعني مشاركة جد قيمة بالنسبة لي، يعني اكتسبت منها بزاف صوالح ما كنتش نعرفهم خاصين بالمهرجان. هادو ما بعد الصور، يعني كما راكم تلاحظوا هذه الطاولة اللي حضرتها. كنت عملت سوب دو بواسون سون بواسون فريش، وعملت طاجين زيتون مودرن، يعني ما لحقتش باش نكمل الدريساج تاعو. شلاضه خفيفه يعني وبلا تاع فاكهه. هذه كانت الشهاده والميداليه اللي تحصلت عليهم. وهذه ايضا يعني كانت الطاوله اللي كنت حضرتها، يعني باش يعني من الاول كي ندخلوا لازم نحضروا الطاوله، ومن بعد نروحوا نتوجهوا للمطبخ نبداو نطيبوا في الوصفات اللي طلبوهم منا. هما كانوا طلبوا منا نحطوا 4 حاجات فوق الطاوله: سوب، حساء، تبسي فيه حساء، وتبسي فيه جواز يعني طبق رئيسي، شلاضه وفاكهه. والقارورات تاع الماء كانوا لازمين بزاف فوق الطاوله. وانا المطبخ يعني هم لكم الادوات، كل واحد جاب الادوات نتاعو، يعني قضيانو كامل. ومن بعد دخلنا المطبخ، قلت لك حطينا دوزان تاعنا كما راكم تلاحظوا، وبدينا المنافسه الشرسه اللي كانت بيناتنا كامل، يعني والحمد لله درنا اللي علينا. نستمع الآن إلى كلمة ألقاها رئيس المكتب الولائي. كامل المشاركين اللي داروا فينا الثقة وجاوا شاركوا معنا، إن شاء الله تكون مصداقية الطبعة الثانية والثالثة مع اللي شاف توانا. الحمد لله يا ربي، كل توفيق من الله عز وجل. أول مهرجان وطني للطبخ العصري تحت عنوان كونك شيف للمنظمة الوطنية للترقية والإبداع السياحي مكتب ولاية المدية. كانت فكرة جيدة مع رئيسة المنظمة ومع نائبة رئيسة المكتب ولاية المدية. الحمد لله رانا دوكا في الواقع كي تجسدنا في الواقع. ونشكر بزاف 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 لجنة التحكيم اللي اتصلت بي عمرهم ما قال لي لا، وجاوني وحضروا معنا، وكل المنظمين. الحمد لله يا ربي، وربي يوفقنا اجمعين ان شاء الله. هذا وشكرا، ربي يوفقكم وكامل راكم ناجحين ان شاء الله في المهرجان. السلام عليكم. مشكور سيدي على. يعني استمعنا مع بعض للكلمة اللي ألقاها رئيس المكتب الولائي. يعني ومن بعد الغدوة من ذاك كي خلصت المنافسة جاء يوم التكريم. هاي لكم يعني الغرفة أو الصالة اللي كنا فيها. كانوا هنايا يوجدوا يعني هنا
يعني كما راكم تلاحظوا وجدوا أماكن للمشتركين وهذو أماكن كانوا لجنة التحكيم طبعا، والضيوف اللي كانوا معروضين أيضا. والحمد لله كما قلت لكم يعني كانت منافسة جد قيمة بالنسبة لي، ومشاركة يعني كانت يعني استفدت منها بزاف. وكما قلت لكم تحصلت على المرتبة الرابعة، وكانت هذه يعني مليحة ليا بزاف، لأني كنت يعني تنافست مع لي شاف. مع الاسم المولي السيدة كراش دليلة يقدمها لها الكاتب العام للمنظمة السيد نائب رئيس زروية. تفضل وأعطي شهادة المشاركة للسيدة كراش. مع الاسم المولي كما قلت لكم الحمد لله يعني نشكر بزاف رئيس المكتب الولائي السيد سيد علي حميدي. أيضا نشكر السيدة أم إسماعيل. نشكر كل من ساهم في هذا المهرجان، يعني حتى وما تحصلتش على المرتبة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، ولكن ربحت يعني ربحت كما يقول لك مشاركة في المهرجان، وعرفت وش معناتها المهرجان وش معناتها المشاركة في المهرجان. يعني إن شاء الله فرصة قادمة نعودوه إن شاء الله، ونكون إن شاء الله حاضرة، وإن شاء الله نكون مع الأوائل. تقسمت معكم الفرحة نتاعي، وتقسمت معكم بعض الصور اللي نقدر نحطها، ونقول لكم يعني فرجة ممتعة، ونتمنى إن شاء الله نكون فتكم بعض المعلومات. ونتمنى أي وحدة يعني تكون حابة تشارك في أي مهرجان يعني ما تراضيش تشارك، وإن شاء الله نتمنى النجاح لكل المشتركات. وصلت لنهاية الفيديو، نقول لكم تهلاو في رواحكم. فيديو قادم إن شاء الله نبدأ نحط لكم في بعض الوصفات. مع السلامة.